من السودان. حابة أحكي تجربتي مع دكتور عبد الله إسماعيل. كنت بشعر بضعف عام في جسمي وكنت ما بنام، عدم في النوم، تساقط في الشعر وقلق وتوتر ويعني وهن كامل في جسمي، وكانت الدورة بتجيني كأنها نزيف. مشيت لطبيب وكتب لي فحوصات، لكن عشان بحكمي أنا نازلة القاهرة قررت إني أعملها في القاهرة. أول ما نزلت القاهرة مشيت لطبيب عمل لي سونار ولقيت إنه في عدد 7 أورام ليفية في الرحم. حقيقي خفت جدا وبعدها ما مشيت تاني لطبيب لفترة من الزمن، فتكررت حالة الإغماء والتعب، فمشيت لدكتور تاني وثالث ورابع، وكل مرة كنت بغير رأي. ربنا هداني لدكتور عبد الله إسماعيل، الله يجزيه كله خير. أتابع كل المشاكل اللي على صفحته من المرضى بتوعه، فحسيت إنه لازم ألحق نفسي وأعمل العملية. العيادة بتاعته في التجمع، والحمد لله رب العالمين يعني هو طمني جدا. عملت الفحص بتاع السونار وظهرت لي 27 ورم، وطلبت منه إنه أعمل العملية بتاعت منظار، لكن بسبب حالتي المنظار ما بينفع، قال الدكتور، فلازم عملية جراحية دقيقة. تخوفت جدا، لكن الحمد لله يعني كلامه كان مطمئن جدا. أنا كنت متخوفة من العملية وأنا عايزة أحافظ على الرحم بتاعي سليم، بس هو طمئني الحمد لله. وعملت العملية في المنصورة. عملت العملية كانت سهلة جدا، وبعد ساعتين أنا مشيت البيت والحمد لله كنت كويسة خالص. وعملت المتابعة مع الدكتور لغاية آخر متابعة قبل تقريبا 4 أو 5 يوم. حسيت نفسي يعني الحمد لله صحتي اتصلحت جدا في خلال ال3 أشهر دي. صحتي رجعت أفضل من أول بكتير، يعني الفضل بيرجع لربنا سبحانه وتعالى ولدكتور عبد الله من بعده. الله يجزيكم كل خير يا رب.